برضو منها أني من وسطة نردها لك في الأفراح ومهما ترحبوا معي بضيفي العزيز مستر بوب برادلي المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري. مستر بوب برادلي اهلا وسهلا بيك في مودرن، اهلا وسهلا بيك في مصر، وكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. It's nice to be here. شكرا جزيلا. سعيد اني موجود هنا. انت you can speak Arabic and I can speak English. It's very easy now. I know a few words. طبعا كلمات بسيطة باللغة العربية. عرفت معلش طبعا it means okay معلش like sorry. I know طبعا but not معلش. عارف كلمة طبعا لكن لسه ما عرفتش معلش. حاسس بإيه في مصر؟ Very good. يعني كويس جدا. الناس Since I've been here, the people من ساعة ما وصلت هنا الناس يعني warm. جو دافئ Made me جدا. and my family feel شعرت أنا وأسرتي very good to be here, and بإحساس جيد جدا إني موجود هنا. it's we learn a little bit more about Egypt every day. بنتعلم It بشكل starts مستمر because the people have reached out to عن us. مصر من اللي الناس بتعمله لنا. أفضل الأماكن اللي رحتها في مصر وحسيت إنه الدنيا حلوة والجو جميل عكس ما يشاع عن مصر خلال الفترة اللي فاتت. The weather is very good. الجو جميل جدا. You know, the last place I lived in the United States was California. آخر مكان كنت موجود فيه في الولايات And the weather in المتحدة كان California is كاليفورنيا، والجو هناك برضو كان جميل. But this time of year, the weather in Cairo is لكن the same as في هذا الوقت California. من العام الجو ده هنا بيبقى زي كاليفورنيا تقريبا يعني. You know, we've had a chance to كان to عندنا do فرصة إن incredible احنا things. نعمل حاجات Been to the رائعة. pyramids. رحنا الأهرامات، I've been to the Temple of Karnak and Luxor رحنا معبد Temple. الكرنك ومعبد الأقصر. But also, I've had a chance to, لكن برضو كان in different عندي moments, walk around. أوقات إن أنا أتمشى، Zamalek. I've been to أروح Mbaba. الزمالك، أروح I've been إمبابة، to Kana Kanuli. خان الخليلي. Kanili, sorry. So I think I've had a chance أعتقد to إني do a كان lot of عندي really فرصة good نعمل things. حاجات كتير قوي كويسة يعني. أحسن مكان رحته الزمالك ولا إمبابة؟ رحت تعمل إيه في إمبابة كمان يعني؟ In Mbaba, some of my good friends took me بعض on a Thursday الأصدقاء night خدوني يوم when خميس بالليل. it's at its best. طبعا ده because أفضل وقت the tuk-tuks are لأن going all over the place. بيتمشوا في And المكان the people are out and والناس there's طبعا excitement and متحمسة we had جدا، a chance to eat وكان عندنا at, فرصة إن احنا at ناكل Prince. في برنس. قلت إيه عند البرنس؟ I didn't try everything. أنا ما جربتش كل حاجة. بتراي ملوخية؟ Molokhaya. Yeah. And Very nice. my Good. wife also. So برضو Molokhaya الملوخية there. الملوخية The way هناك. they pour it from here down to here. It's a great show, but also it's طبعا excellent. عرض رائع وبرضه طعمها معرفش جيد. هتعرف ترجمة. زميلنا العزيز عبد الرحمن مجدي كالعادة هو اللي بيقوم معانا بالأعمال الترجمة، بينورنا من جديد. لكن عندنا في مصر ساعة الملوخية يقولوا لازم تشهق. هتعلم دي مراتك عرفت دي؟ هل I didn't know about that. لسه لا ما عرفتش عن So الموضوع ده. far, like I said, they tell me that you get different بيقولوا لي Molokhaya إن in أنت different places. بتاخد ملوخية But, يعني أنواع كتيرة some people say في أماكن that مختلفة، it was the best at لكن Prince. كتير جدا بيقولوا البرنس هو أفضل مكان للملوخية. هل يعني كنت سامع عن مصر غير كده؟ كنت خايف بعد الثورة في مصر تكون الأوضاع غير مستقرة؟ هل زي ما كنا بنسمع السفارة كانت بتحدد لك أماكن تمشي فيها وانت ضربت عرض الحائط بكل هذه التعليمات وتعاملت على سجيتك تماما في مصر؟ Actually, it's the opposite. في الواقع هو العكس يعني. When I first thought about the job, في البداية أول ما فكرت في الموضوع وزرت then I had a مصر، chance to speak with the people كان at عندي the US فرصة إن أنا Embassy. أتكلم مع الناس في السفارة الأمريكية، They told me that all of the وقالوا لي people that have إن lived كل الناس in اللي Egypt عاشت for هنا a period of time لفترة have all زمنية enjoyed their time. كلهم in Egypt. استمتعوا بوقتهم في مصر، And they spoke about واتكلموا what took عن place in Tahrir Square. اللي حصل في ميدان التحرير As Americans, we والأحداث. understand وإحنا كأمريكان when, فاهمين the people لما feel strongly and الناس speak and take action. بتاخد موقف وتعبر عن رأيها، لكن برضو that I understood that as you moved around the rest of Egypt, as you went about your job every day, that you would feel comfortable and safe. وانا موجود في مصر بكل الاماكن، لا انا بشعر بالامان وعاجبني كل حاجه وبحب كل حاجه في مصر. خليني اروح معاك لسكه مهمه وهي سكه الفريق اللي انت جاي تدربه. يعني
كنت متحمس ان انت تيجي تدرب منتخب مصر، خصوصا انت جاي بعد نجاحات كبيره ليك جدا في المنتخب الامريكي. يوم واحد كرهناك بالتاكيد لما كسبت مصر 3 وخرجتنا من بطوله القارات، لكن احترمناك من بعيد. يعني كان ما كنتش قلقان وانت جاي تدرب المنتخب الوطني المصري في اول تجربه ليك كمدرب منتخبات خارج امريكا؟ No, I was excited. لا كنت متحمس. First of all, I think it's great when في البداية أعتقد إنه حاجة رائعة لما بتيجي الفريق فاهم يعني إيه نجاح. ومع قيادة كابتن شحاتة الفريق كان جيد جدا. طبعا 3 بطولات قارية في كأس أفريقيا. الطموح دايما عالي، لكن برضو لما جيت سمعت من كل الناس إن الحلم دلوقتي هو كأس العالم. عندك تاريخ من النجاح، لكن برضو عندك طموح معين محتاج تحققه. حسن شحاتة عمل شعبية زي ما انت بتقول، فاز ب3 بطولات كبيرة جدا، وبالتالي ليه داخل الشعب المصري داخل الجماهير المصرية أرضية كبيرة جدا. مش قلقان من المقارنة بينك وبين كابتن حسن شحاتة؟ No, I've met كابتن شحاتة. أنا قابلت كابتن حسن شحاتة. I understand why people like him. وفاهم كويس جدا ليه الناس بتحبه، لأنه فعلا شخص كويس بيعامل الناس بالطريقة السليمة. أعتقد إنه نجح لأسباب كتير جدا، سبب منهم لأن هو عنده لاعبين جيدين وعاملهم بالشكل المظبوط، وهم استجابوا بشكل كويس ولعبوا بشكل كويس. طيب حسن شحاتة كان عنده لعيبة كويسين زي ما أنت بتقول، وكان عنده أسباب عديدة للنجاح، وهو شخصية طيبة، ده مؤكد. لكن هل انت عندك نفس اللعيبه، نفس النوعيات اللعيبه، ولا انت بتعاني الان لما بتيجي تختار لعيبه لمنتخب مصر؟ هل انت غير محظوظ انه ما عندكش ابو تريكه لما كان في عزه، بركات، احمد حسن، وائل جمعه وغيره من اللاعبين الكبار اللي كانوا ساهموا في كل هذه الانتصارات مع منتخب مصر؟ I think it's true أعتقد إن ده سليم. في بعض اللاعبين جيدين جدا. If we could turn back the clock a few years, ولو كان ينفع نرجع زمن بعض الوقت كنا نرجعه. ما فيش نقاش في الحتة دي يعني. We must still consider that there are veteran players that are still capable of playing at a high level and can be leaders. And then we must also look around the league and in the Olympic team and from the team that Captain Dia had in Colombia, and look for the next group of players that we can move in and make a team out of the combination of the best players from all these situations. هل انت ناظر للاعيبه الاصغر سنا، اللاعيبه الاكثر خبره، المعايير اللي على اساسها، وهل لقيت، خلينا نتكلم بصراحه شويه يعني، لقيت بالفعل دلوقتي اللاعبين اللي ممكن يقدروا ينجحوا معاك، يقدروا يكملوا مسيره معاك، ولا شايف المأموريه صعبه عليك؟ The first job for me has been trying to get to know all of the players. أول حاجة بالنسبة لي حاول إن أنا أعرف كل اللاعبين. Without a doubt. أشتغل عليها وأكيد بدون شك. We are trying to figure out نحاول إن إحنا what's the right group. But it's important because لكن ده مهم. As much as we are always thinking about the World Cup in 2014, right now we also know that we have between now and the middle of June 4 very important qualifiers. And so the first job is to think about what is going to be the best team for each one of these 4 games and make sure that we have an open mind to how that team can get put together. مفتوح وعقل مفتوح ان احنا ازاي نضع. خفت لما تعرضت لهجوم عنيف لعدم اختيار لعيب زي ابو تريكه في مباراه البرازيل، له شعبيه، وبالتالي بدات تبقى حذر شويه في اختياراتك او اعلانك عن اختياراتك لبعض اللاعبين اللي بتمتعوا بجماهيريه وشعبيه عاليه في مصر؟ I know that whenever there are players who have played very well in the لعبوا past, بشكل كويس جدا في الماضي، كانوا مهمين جدا وعندهم شعبية كبيرة. There's a natural connection. في دايما اتصال طبيعي يعني مع الناس، والناس بتحب انها تشوفهم تاني. We talked about when I first came here. لأول ما جيت اللي اتكلمنا عليه ان احنا نبص على كل اللاعبين ونحاول ان احنا نختار المجموعة اللي احنا شايفين انها الافضل. طبعا كل مكان بروحه الناس بتتكلم معايا على ابو تريكة، لكن في البداية في بداية الموسم
كان لسه بيستعيد لياقته اعتقد. بنستمر ان احنا نتابعه، وكل اللاعبين الخبرات طبعا نفس الكلام، هم عارفين ان احنا بنتفرج، لكن لما بنختارهم ده بيبقى لانهم عادوا من جديد واخدوا مكانهم وحجزوا مكانهم. هرجع اكرر جزء من السؤال تاني. هل الضغط الاعلامي بيؤثر على باب برادلي وهو بيختار اللاعبين؟ هل ممكن بعض المساعدين يقول لك خلينا ده نجم ليه شهرة، ده نجم ليه شعبية، مثلا زي ما اخذت الحضري في مباراة البرازيل وكان مسار اندهاش الناس انه لا يشارك، ما بيلعبش في نادي، غائب عن النادي بقاله فترة طويلة. هل الاعلاميين لهم دور في اختيارات برادلي؟ It never affects me. عمرها ما بتأثر فيا اطلاقا الاعلام. لأن الإعلام ليه دور وليه وظيفة. المشجعين مشجعين، لكن احنا لازم نقرر القرارات اللي احنا شايفين انها افضل، ولازم نثق في عينينا احنا والحاجات اللي قراراتنا احنا. ساعات بتاخد قرار، القرار بتاع الحضري قرار كويس او في كلام، لان احنا اول ما اخذناه في المعسكر كله قال لنا ازاي ده ما لعبش، لكن لما قررنا ان احنا نلعبه في المباراة فالناس كلها بتقول ازاي تجيبه المعسكر وانت مش هتلعبه. in both cases, ففي الحالتين I talked with Captain اتكلمت مع كابتن ضياء وكابتن زكي، we made the decision that we thought made sense. واخذنا القرار اللي احنا شايفين ان هو افضل. وفي النهايه القرارات اللي بتتاخذ من القلب او بشكل قوي هي اللي تبقى في النهايه، وهي دي الشغل بتاعنا. القرارات اللي من القلب ممكن يكون منها قرار زي احمد حسن مثلا كنوع من انواع التكريم، ويعني اعطائه الفرصه انه يبقى على راس لاعبي العالم، وبالتالي في هذا الوقت حتى من خلال مباريات وديه وليست رسميه يبقى في قرارات من القلب انه يبقى عميد لاعبي العالم. it's important with مهم when we talk about لما بنتكلم على احمد حسن to understand that احنا نفهم the record is important. ان الرقم مهم او الرقم القياسي ده مهم جدا ومهم للناس في مصر، لكن في نفس الوقت when you select a player لما بتختار لاعب لانك برضو ما زلت مقتنع ان هو لاعب جيد وان هو ممكن يلعب دور برضو. فاحنا بنبص للنقطتين، ودلوقتي احنا بنفهم ان الرقم قريب جدا، وبرضه بما انه بيلعب هو دايما بيحاول يكسب كل مباراه، عنده روح لما بيلعب مع الزمالك، وبالتالي هنفضل نستمر في متابعته ونحاول ان احنا نحكم على مستواه زي كل اللاعبين. باب برادلي مش خايف انه متوسط الاعمار يبقى كبير عندك شويه؟ النهارده بقت في مطالبات انه بركات يعود للمنتخب وتحاول تقنعه انه يعود على الاعتزال الدولي، ان احمد حسن يبقى موجود معاك، ان ابو تريكه يبقى موجود، ان وائل جمعه يبقى موجود، ان الحضري يبقى موجود، وكل دول فوق ال 35 سنه باستثناء ابو تريكه 33 سنه. مش خايف انه ده ممكن يبقى ليه نوع من التاثير، ولا انت هتعرف تعمل التوازن الجيد في اختياراتك الفتره اللي جايه؟ I think you're right. أعتقد أنك معك حق في النقطة دي. مهم أنك تلاقي معدل أعمار ما يكونش عالي جدا، لكن أحيانا في كرة القدم ما تعملش قرارات بالورقة والقلم، بتعمل قرارات لأنك شايف أن القرارات دي هو ده اللاعب الصح في الوقت الصح. ولازم أقول لك قصة كانت طريفة لما اتفرجت على الأهلي وبايرن ميونخ. طبعا اللاعب اللي في اليوم ده كان رائع، كان بركات اكيد. وانا فاكر كويس جدا انه لعب قبل كده وبعد كده اصيب، لكن انا ما تذكرتش هو كان عمره كام سنه، فسالت الكابتن ضياء والكابتن زكي قولوا لي تاني معلش هو عنده كام سنة؟ قالوا لي 35. وفي البداية أنا تخيلت إن هو مش دي الإجابة اللي أنا كنت عايز أسمعها، لكن للأمانة برضه زي باقي اللاعبين لازم مع الوقت تحكم هل اللاعبين قادرين على المساعدة ولعب دور، أو حتى كأساسي أو كبديل كمباراة واحدة أو لبطولة كاملة. لازم نستمر في متابعة كل اللاعبين. تابعت كل المباريات في الدوري؟ I do my best. بعمل اللي اقدر عليه في الموضوع ده. هل شايف ان انت بتعملها للشو الاعلامي عشان الناس تقول انه باب كل يوم موجود في ملعب وبيطلع من الاسماعيليه لبورسعيد لاسكندريه للقاهره، ولا بالفعل انت بتستفيد من مثل هذه المتابعات ومتابعه هذه المباريات؟ No, I'm not good with the media. أنا مش مجيد مع الإعلام.
بستمتع بمشاهدة المباريات. مفيش شك انك بتاخد فكرة افضل وانت في الاستاد او انت في المدرجات. وفي مصر لما يكون عندك المسؤولية مع المنتخب الوطني، اغلب